مساء الورد والفل والياسمين وكل سنة وانتم طيبين. من النهاردة اللي هيغلى علينا هنستغنى عنه، لا ومش بس كده، كمان ده احنا هنعمله في البيت أنضف وأحسن، وكمان هنوفر وهنعمل بدال الحاجة منه اتنين وتلاتة واربعة. هتعملي ايه النهاردة يا ماما مالك معانا؟ لا هقول لكم اول حاجة قبل ما هبتدي معاكم الفيديو، صلوا على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. عايزة بقى منكم احلى لايك للفيديو بتاعنا النهارده. هتعملي ايه يا ام مالك؟ انا جبت النهارده بقى 2 كيلو لبن. ده بقى منين؟ من الزريبه على طول، يعني مش من اللبان. اهم حاجه يكون اللبن بتاعك مليان خير. هتعملي ايه كمان يا ام مالك؟ انا اللبن ده يا جماعه انا اوريكم. لما جبت اللبن وحطيته في الفرن، فرن ساخن، يعني فرن مسخناه لمدة 5 دقايق وسبته جوه الفرن يومين. وبعدين طلعته، بعد ما طلعته اخد يومين واتأكدت اللي هو مسك كده وجمد معايا. بعدها طلعته وحطيته في التلاجة 4 ساعات 5 ساعات، مفيش اي مشكلة. بعدين بقى ما شاء الله شايفين بقى، ده اللبن من الزريبة. شايفين القشطة شكلها ايه؟ القشطة المزز اللي هي بتتباع مع الفلاحين دي جميلة، تعملي بيها الرز المعمر بقى. مش عايزة اقولك بقى دي بيبقى طعمها ايه، جميل جدا. شايفة ما شاء الله مطلعة قد ايه قشطة؟ هنوزنها دلوقتي ونعرف قد ايه. ما شاء الله ما شاء الله معايا يعني. اللبن دول ال2 كيلو هيعملوا معانا جبنة، وهيعملوا معانا القشطة هنحولها لزبدة، وغير كده كمان الشرش اللي هينزل منه هنعمل بيه معجنات. احنا اي حاجة يا جماعة هيتضايقونا وتغلوها علينا، احنا بصراحة ربنا ستات ممتازين وهنعمل ايه، كل حاجة هنستبدلها ونعملها في البيت. شايفين بقى معايا القشطة 390 جرام تقريبا كده، يعني ازيد من ربع كيلو، مفيش مشاكل. جبت بقى الشاشة بتاعتي حلوة كده، نضيفة وضامنة نظافتها، وحطيت تحتها المصفى. وجبت اللبن بقى اللي هو عندي، اللي هو القاطع ده، وتحول لجبنة. حطيت عليه معلقتين من الملح. وجبت بقى الشاشة دي ونزلت بقى الجبنة بقى بتاعتنا وبرمتها كويس زي ما انتوا شايفين اللي بينزل ده، ده شرش الجبنة. هتعملي ايه بعدين يا ماما مالك؟ انا بقى حطيتها كده وقعدت اصفي فيها شوية، وبعدين حطيت عليها طبق كده وتقلت عليها بمية. عدى بقى الوقت ده كله وسبتها ساعتين 3 4 مش مشكلة. وجيت اطلعها، بصراحة انا كنت متقلة عليها في المصفى دي، فجيت بقى عشان اطلع اقطعها لقيتها مش مبرومة معايا كويس. عملت ايه؟ جبت اللي هو المفرش السيليكون وبرمتها فيه، ظبطتها كويس وطلعتها قطعتها بالشكل ده. انتي بقى لو عندك الحصيرة اعمليها. انا كانت عندي بس بصراحة مش فاكرة فين شلتها، بس عملت معايا الكمية دي حلوة جدا. هي كانت عاملة 450 جرام او 408، يعني 450 جرام. يعني انا طلعت قولي نص كيلو جبنة و300 جرام من القشطة من 2 كيلو لبن. بصوا بقى الاكياس اللي عندي دي كلها، دي قشطة انا مخزناها من اللبن، وقشطة من اللي انا كنت بعمل فيها اختراع اللي هو الزبدة والجبنة القريش. فحوشت معايا كمية كويسة وبوريكم دلوقتي. بصوا بقى انا بفصل بقى، بغلي اللبن واحطه في التلاجة واحوش القشطة بتاعته. حطيها في علب، حطيها في اكياس، بس لما معاكي يبقى مية مية وخلاص وحوشتي كمية، خديهم واضربيهم معاكي في العجين. الجبنة دي انا نشفتها خالص من المية. ماشي. انتي بقى حابة الشاش ده تاخديه وتدوبي فيه شوية ملح وتحطيه تحفظي فيها وقت طويل، لكن هي دي على قد 5 أيام عندي كل يوم قطعة ممتازة جدا للفطار وحلوة جدا جدا. ادي بقى القشطة اللي انا حوشتها واللي طلعتها من الجبنة. هعمل ايه؟ اخدهم كلهم افكهم واحطهم معايا في في المضرب في العجين يعني، واسيبهم هما الاتنين يتضربوا. لو عايزين تعرفوا ازاي انا بضربها او بعمل ازاي الزبدة، ارجعوا للفيديو اللي فات او اللي قبليه وشوفوا انا عملت الزبدة ازاي. بأقل تكلفة هتطلعي معاكي كمية زبدة محترمة. يعني شايفين من كمية القشطة دي، يعني انا حوالي عملت 2 كيلو من الزبدة. وطبعا عقبال ما تسيحوا بقى كيلو ونص. بس بصراحة يعني شوفي دلوقتي الزبدة بكام بره، وانتي هتشوفي انتي وفرتي على نفسك قد ايه وكام علشان تعملي الحاجات دي. وبعدين ما شاء الله والله كان طعمها جميل جدا. بصوا ده المرة اللي فاتت لما عملتها بالعجين دي كانت كام جرام؟ 800 جرام.
ودلوقتي اللي في المضرب دي 2 كيلو طلعوا معايا كمية زبدة معتبرة، نافعيني دلوقتي في رمضان مش عايزة اقول لكم. بعمل بيها حلويات، بعمل بيها ايه تاني بحطها في الاكل. يعني شفتوا زمان لما كنتوا بتعملوا بجيبوا الزبدة تلاقوها وتسيحوا السمنة بتلاقي السمنة مخضرة. والله والله العظيم ان هي كانت فعلا ترميلة وريحة وطعم. جربوا ان شاء الله الخطوات اللي انا بعمل بيها معاكم كل حاجة في كل الفيديوهات. والله صدقوني انا لما بتطلع معايا تجربة فاشلة انا بقول ان هي فاشلة، لكن دي انا حاجات انا يعني بتبقى معايا كويسة جدا، وانا بحب افيدكم بيها زي ما بستفاد. احنا كلنا نستفاد ونفيد بعض، وغير كده يعني بنتعلم من بعض. يعني محدش اتولد متعلم كل حاجة. انا لحد دلوقتي بتعلم، وبرضه حتى لما هكبر يبقى عندي 80 سنة برضه هتعلم. شايفين بقى؟ يعني مش عايزة اقول لكم هي ما خدتش وقت، نص ساعة واقل من نص ساعة وكانت قدحت. شايفين ده بقى من الاتنين كيلو القشطة طلعوا لي دول الزبدة ما شاء الله، يعني كمية حلوة جدا. ايوه يا جماعة احنا الزبدة دلوقتي ب200 وي دلوقتي، عشان اجيب كيلو ولا 2 كيلو اقل حاجة هيبقوا عاملين 400 جنيه. لا انا دول طلعتهم من تحويشة الايه، تحويشة اللهم صل على النبي، تحويشة اللبن اللي انا بجيبه. كل يومين مثلا بجيب كيلو لبن احوش القشطة احوش لحد معايا ما يطلعوا الكمية الحلوة الجميلة دي. واللهم لك الحمد. اهو انا وفرت 400 جنيه. 400 جنيه جبت بيهم اي حاجة، جبت بيهم لحوم، جبت بيهم فراخ، اي حاجة في بيتنا دلوقتي محتاجينها. نسيت اقول لكم على حاجة، وانتوا بتسيحوا الزبدة ياريت تحطوا فيها معلقة من الملح كده، معلقة صغيرة. وخلاص سيحت الزبدة الاولانية ودلوقتي برضو هسيح التانية. خلاص كده يا ممالك. اه والله بصوا البطرمانين اللي انا سيحتهم وصفيتهم هوريهم لكم دلوقتي. شايفين ما شاء الله والله العظيم، يعني حاجة حلوة حاجة فاخر زي ما من الاخر كده زي ما بيتقال. اتمنى بقى يعني اللي شايف الفيديو بتاعي يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، يعني اجبروا بخاطري، وتعليقاتكم الحلوة الجميلة. كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى من الله إن انتوا جميعا تكونوا بخير ويجعلها سنة سعيدة ورمضان سعيد، ويفرج كربنا جميعا ويزيل همنا ويصلح حال جميع الناس. أتمنى من الله إن انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو، يعني لايك حلو منك وتعليقك الجميل والله يسعد قلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.